سلام الله عليكم متابعي الكرام، سعيدة بلقياكم مجددا في هذا العرض الإخباري، وهذا أبرز عنوانه: تعليمات خاصة لوزير الصحة بهذا الخصوص. لكن قبل الشروع في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد الأخبار المغربية. إليكم التفاصيل. علمنا من مصادر مطلعة أن أسعار الأدوية ما زالت مرتفعة رغم التخفيض الذي طال 3600 نوع من الأدوية، موضحة أن المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة في صيغته الحالية، كما وقعه رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران، لا يساعد في تخفيض الأدوية غالية الثمن والتي تخص أمراضا مزمنة وخطيرة. وأضافت المصادر ذاته أن تعليمات وجهت لوزير الصحة في إعادة النظر في هذا المرسوم وتعديله لكي يتماشى مع ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية واقتناء الأدوية بأسعار معقولة.